شعب المغرب من الشعوب التي تسعد بصحبتها. لو حد سألك إيه هي صفات الشعب المغربي، هي صفات كثيرة. وجود صحراء، خضار، تراب، يعني تجمع كل شيء المغرب، كل الألوان وكل الأشكال الطبيعية. أكررها دائما، الشعب المغربي شعب محترم، الشعب المغربي شعب كريم. يا شباب أنا ما بأتكل، أنت تعال. يعني أنا بحب أحكي مع العالم وأتعرف على الناس أكثر وإني أزور بس معالم أثرية. مرحبا، أهلا وسهلا. يعني مرحبا. لأنه أنتم يعني اللي بتعطوا صورة حلوة عن البلد. أهلا وسهلا. يعني الفئة الملتزمة أو المحافظة في المغرب كثيرين جدا في الشوارع في كل مكان، فقبولهم للعائلة الخليجية أكثر. قبيلة أنا عشت عام ونص في المغرب وشتو الناس طيبين، داروا لنا الخير، وأنا قلت علاش هنا ما كنديروش الخير الناس اللي تحلوا لنا البيبان. لك كمرأة مثلا منقبة أو متغطية أو محجبة، لأنه هناك أصلا كثير بالشوارع تشوفوه. عندك مشكل؟ أنا عياش حرقية، أنا حرقية، خائنة الوطن، في اشتكي. أنا اللي يحبني نحبوه، اللي ما يحبنيش ما نحبوه. Yassine, say hi to the Moroccan people. What's up, Morocco? We went to Morocco. Do you remember? On one of our first international trips that we took together for fun, we went to Morocco. It was an awesome time. الشعب المغربي شعب جدا شعب متدين، شعب متدين ويعتز بدينه ويعتز بإسلامه ويعتز بعروبته، شعب تقاليده وعاداته جدا. Okay, no matter where I'm traveling, I always find the bread. يقول فيها فساد وفساد، أنا أشوف أن معظم الشعب اللي هناك حتى من البياعين إلى سواقين التاكسي إلى كل اللي موجودين من الناس المتدينين جدا. وجهة نظري. المرأة بتفكر إنه البلد هذه ما تنفع لعوائل أو الرجال ما ينفع يروحوها، فيسعدني إني أقول لكم أمي وأختي وزوجتي هم اللي بيروحوا. رحت لأمريكا وشرق آسيا، رحت بعيالي ما خلينا مكان، يقول بالصدفة في الأخير قلنا ملينا خلينا نروح المغرب، نجرب المغرب. يقول والله أول من يقول مشينا كل صيف الحين Olives everywhere. This is more olives I've ever seen in my life. Summer. Olives! إيه بس